عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. النهارده مش هنشرح بقى، تمام؟ احنا هنحل اكسرسايز ايه؟ اول درس. الاسئله كلها من كتاب المعاصر. هنحل معظم الاسئله المهمه جدا جدا في كتاب المعاصر. طيب ده الكلام ده اللي بايه؟ لبريب 3 اللي هم حبايب الطلاب ثالثه اعدادي. طيب اول سؤال بيقول لي ايه؟ طبعا احنا عارفين زي ما اتفقنا ان احنا كنا بيقول بسم الله، لما يقول ايه باور الام تايمز الايه باور الام، تمام؟ الان بقى، فكنا بنقول الايه ام بلس الان، اوكي؟ بمعنى لو 2 تايمز ال4 تايمز ال2 باور 3، اهم حاجه البيز واحد، البيزك واحد، يبقى بعمل للبار ايه بلس 4 بلس 3 ب 7، يبقى 2 بار 7. طيب لما انا اجي اقول لك مثلا في الديفيجن، لما اقول لك 5 بار 3 ديفيجن 5 بار 2، تمام؟ طبعا اول حاجه بسال نفسي يا بيزك، هو انت نفس النمبر؟ يبقى انا هطبق عليه دايما الرول في الديفيجن، بعمل للباور ايه ماينس، بعمل للباور ماينس 3 ماينس 2 equal 1 equal 5، تمام؟ يبقى انا عندي في المالتيبليكيشن بعمل للباور بلس، وبعمل في الديفيجن للباور ايه ماينس. بعد كده نتنقل ان اي حاجه باور الزيرو ب1، تمام؟ مثلا 3 باور الزيرو ب1، نيره باور الزيرو، اي حاجه باور الزيرو عندك بايه ب1. طيب ماشي، طبعا هنمسح كل الكلام ده، بس هنفتكر اول رول احنا خدناها، تمام؟ بعد كده عندك لما جاي قال لك ايه تايمز البي ايكوال الان، تمام؟ فالان دي بتعمل لها ايه ديستريبيوتيف، تمام؟ للايه a باور الان تايمز البي باور الان، تمام؟ بمعنى ناخدها بالارقام، ما فهمش غير بالارقام، يبقى 4 تايمز مثلا سي ال 5 باور 3، فهتفرق مره هتعمل ديستريبيوتيف، اوكي؟ مره 4 باور 3 تايمز ال 5 باور 3، طيب تمام؟ بتفرق النمبر بالبلدي كده، اوكي؟ طيب لما نيجي ليه نفس الحاجه بس بالديفيجن، اوكي؟ طبعا الرول ده اكتبها كلها ورايا، لو انت ما شفتش فيديو الشرح، بمجرد والله لو كتبت الرول دي بعد كده يعني تابعت معايا سؤال بسؤال، انت اصلا مش محتاج تتفرج على فيديو الشرح، لكن لو عايز التفاصيل ارجع تاني الفيديو الايه الشرح. طب انا دلوقتي لو انا عندي مثلا سي A over B باور الان، تمام؟ يبقى ال A باور الان over ال B باور الان، بمعنى لو جالي 5 over 6، اوكي؟ يبقى انا عملت ايه؟ هنا مثلا هنا 3، تمام؟ يبقى هدي ال 3 مره لل 5، يبقى 5 باور 3 ديفايد مثلا 6 باور 3، تمام؟ طيب كان بعد كده عندك ايه؟ قال لك بمجرد ما تشوف، ودي الحاجه المهمه عندنا في الدرس، بمجرد ما تشوف مثلا 4 باور 2 باور 3، اول ما تشوف باور ورا باور تاخدهم هما الاثنين مالتيبليكيشن، يعني 4 2 تايمز 3 ب 6، تمام؟ تاني لما مثلا اقول لك 5 3 4 معناها 5 باور 3، اوكي؟ براكت باور 4، يعني 4 عليهم هما الاثنين، فعندنا رول طول ما شفتي 2 باور ورا بعض بتاخدهم تعمل لهم مالتيبليكيشن، يعني ايه 3 تايمز 4 ايكوال 12، تمام؟ في اي مشكله؟ دي كانت الرول بتاعتنا اول الدرس. طبعا زي ما قلت عايز التفاصيل ارجع تاني للدرس. طيب هنمسح كل ده، ماشي؟ طيب اول سؤال، بص ده يا معلم، ركز معايا علشان دي الاسئله اللي بتيجي في شكل الامتحان، يعني ايه؟ فتعالى نحل اول اكزامبل. بيقول لك 2، يلا بقى نحل 11 2 باور 11 باور 2 تايمز 2 باور 3 ديفايد النمبر اللي تحت. انا اول حاجه هستخدم الايه، يلا نبدا بقى نحل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. دلوقتي معايا 11 و 2، طيب 2 معايا، قلنا نستخدم اول رول او الرول اللي احنا خدناها من ال 7 رول، 11 تايمز 2 22، خلاص تايمز احط ال 2 دي باور 3 خلاص زي ما هي، ننزل هلاقي ال 2 باور اللي هي مين 6 و 3، يبقى هخليهم هما الاثنين مالتيبلاي، يبقى 2 باور ال 18 تايمز ال 2 باور ال 4. ايه يا مس كده خلاص؟ خلصت صح؟ ال 2 وال 2 يبقى 2، 22 بلس 3 هتبقى ب 25،
وال2 اهي زي ما هي بيزك. 4 بلس 18 هتبقى ايه؟ 19 20 21 22. تمام. طب احط ال2 زي ما هي واعمل هنا ايه ده البيزك ثابت، بس احنا الفراكشن دي يعني ديفيجن، يعني بعمل للباور ايه؟ ماينس، يعني 25 ماينس 22 هتبقى 2 باور 3 ايكوال 8. تمام. حد تاني هيقول لي سوري شكل ال8. تمام. حد هيجي يقول لي انا ممكن اكتب الكلام ده على الكالكوليتر اوكي ويطلع الناتج، مفيش اي مشكله. تمام. بس انا كمدرسه اوكي في مدرسه لو ما لقيتش الكلام اللي الستبس دي مكتوبه ليا فاوكي 0 يعني انت كتبت له ايكوال 8 ومش كتبت لي كل الستيب دي، فانا سوري انا بالنسبه لي هديك نص الدرجه، مع اني مثلا انا جايبها بالظبط 8، يعني انا جايب نفس الناتج، بس الستبس مهمه جدا جدا جدا. طيب ما فهمتش اول اكزامبل، نفهم التاني. طبعا فهمنا لو انت ان احنا اول ما عينينا ما تشوف باور وباور نعمل لها مالتيبليكيشن، هنحط النيجاتيف 7 واعمل 3 تايمز ال 5 15 تايمز نيجاتيف 2 باور نيجاتيف 7. اقول لك على حاجه، انا عندي في الماس عندنا رفض تام، نرفض يعني انا برفض الرفض كله. سوري لو في حرف طلع مني او كلمه طلعت مني بطريقه مش صح، لان انا عندي برد وحش جدا. تمام. فبس يعني ماشي. طيب انا عندي ايه؟ باور 4 باور نيجاتيف 4. اوكي. انا عندي دي يعني ايه؟ هل ينفع بالشكل ده؟ انا عندي في الماس عنده بيرفض الرفض التام ان يتعامل مع الباور بالنيجاتيف. طب ايه اللي يرضيك؟ راح قال ايه؟ لا اعمل لي ايه؟ فليب للنمبر. يعني ايه فليب؟ يعني شقلب للنمبر. يعني ايه؟ 1 اوفر ايه باور 4. بمعنى يا مس معلش انا حد ما بيفهمش في الرموز خالص، اديني نمبر. هقول لك ماشي 2 باور نيجاتيف 3 هتبقى ايه؟ 1 اوفر 2 باور 3. تمام. 2 باور نيجاتيف 4 يلا هتبقى 1 اوفر 2 باور 4. تمام. ليه؟ لان ما بتعملش بالباور بالنيجاتيف. طب انا في السؤال ده بنيجاتيف 7 يبقى نيجاتيف 2 انا هشقلبها اخليها 1 اوفر نيجاتيف 2 باور 7. تمام. بس الحته دي كلها هتدخلها على الاله هيطلع معاك الناتج بتاعنا. تمام. طيب خش على المساله اللي بعدها. بيقول لك ايه؟ دي باور وباور هتبقى 5 3 طيب قدام شفنا 2 باور يبقى نيجاتيف 6. تمام. خلي بالك 2 تايمز 2 4 يبقى 5 باور الايه؟ ال4. ماشي. طيب انا عندي دلوقتي دي بنيجاتيف 6 ماشي و4. اوكي. انا قلت لك اتفقنا من شويه هل ينفع اتعامل بالباور بالنيجاتيف؟ لا طبعا. يبقى تبقى 1 اوفر 5 باور 6 تايمز ال5 باور الايه؟ ال4. طبعا هتبقى 5 باور 4 اوفر 5 باور 6. اوكي. هتبقى 5 باور نيجاتيف 2. انا ما بتعاملش بالباور بالنيجاتيف فانا هشقلبها ل 1 اوفر 5 باور الايه؟ ال2 اللي هي هتبقى 1 اوفر 25. تمام. بس كده. او من الحته دي بص الحته دي من بعد الحته دي، شفت الحته دي؟ تمام. عايز تدخل على الاله 5 باور 4 اوفر 5 باور 6 بكام ويطلع معاك 1 اوفر 25 مفيش مشكله. لكن الستبس دي اساسيه. هو مديك اصلا المساله دي ليه؟ علشان عايز يفهم ان انت فاهم ان اي باور يعني نيجاتيف 2 تايمز 3 بنيجاتيف 6. هو عايز يفهم ان انت فاهم كويس جدا او انت فهمت الحته دي مع المدرس بتاعك او انت ذاكرت ان انت عارف ان انت ما بتتعاملش بالباور بالنيجاتيف. لما انا الاقيك حضرتك عامل لي 5 باور 5 1 اوفر 5 باور 6 فانا هفهم ان انت فهمت او افهم ان انت كنت فاهم كويس جدا. تمام. طيب تعالى نشوف المساله اللي بعدها، وزي ما اتفقنا نديك اسئله كتاب المعاصر. تمام. طيب هنا انا عندي تعالى نشوف 5 سهله جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي روت ال5 زي الفل. 2 تايمز 3 هتبقى بكام؟ ب6. ودي تايمز روت ال5. تمام. طيب نيجاتيف روت ال5 هخرجها بره هتبقى روت ال5 باور ال5. ماشي. دي باور ال6 ودي باور الايه؟ باور ال1. هعمل الباور ايه؟ هعمل لهم بلس. تمام. لان نفس البيز. يبقى روت ال5 باور ال6 ديفايد نيجاتيف روت ال5 باور الايه؟ ال5. ماشي. 6 ماينس ال5 هتبقى ب1 نيجاتيف روت 5 باور ال1. في الغالب هتطلع معاك نفس النمبر. اوكي. طيب تعالى نخش على المساله اللي بعدها. بيقول لك ايه؟
طب بص بقى، دي بقى المسائل اللي انا بحبها، يعني دي كانت مسائل بتدربك على يعني تدريب ليك، تمام، اكسرسايز ليك انك ايه تتعلم على الرول الايه. الدرس بيقولك في التايم يعني هتعمل الباور بلس، في الديفيجن بتعمل ايه ماينس، وبس كده. ده كانوا اول 4 اسئله، تمام. وعايزه اقول لك على حاجه، احنا عشان نبقى ناس شاطره، ناس يعني شاطره في الماس، اوكي، اهم حاجه انا ما ينفعش تيجي بعد ما انت خدتش يعني سمعتي مثلا مس نيره، سمعتي ايا كان اللي سمعته، تمام، خدت الدرس الاوفلاين وروحت تروح تبدا باصعب سؤال، تمام. ما ينفعش وانا بحط لك الاسئله اروح احط لك اول سؤال، ما ينفعش، تمام. اول سؤال يبقى صعب جدا 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 جدا. لازم واحنا بنذاكر الماس ان احنا نبدا ايه بمسائل عاديه خالص، عاديه خالص خالص خالص، تمام. وبعد كده هنبدا بالاسئله المتوسطه. بعد كده طب اوصل للمسائل العاليه دي امتى؟ لما تبقى ذاكرت يعني الدرس مره واثنين وثلاثه وحليت كتير عليه، سواء من كتاب المعاصر تقييمات وكمان كتاب المدرسه، من اهم 3 كتب ان انت لازم تحلهم، تمام. فبس هنا هبدا بقى ادخل لك بقى في الدرس، ماشي. طيب انا عندي ال 4x بلس 2 9 3 بلس x 6 بار 2x بلس 3. بسم الله الرحمن الرحيم. انا وانت تمام متفقين على رول معينه، وقلت لك بتعمل بلس للباور لما يبقى نفس النمبر، بيزك بتاع النمبر نفس النمبر. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ اقول لك على حاجه، دي 4 ودي 9. بص اقول لك على حاجه، انا بحب جدا ان انا الخص الدنيا، ماشي. مش الخصه في الشرح بس، في الحل انا بحب اديك مفاتيح المساله اللي انت تحل بيها، مجرد ما تشوفها هتحل كده، اوكي. لان هو مش طريقه حفظ بس، طبعا انا معتمده انك فهمت الدرس وفهمت ليه عملت كده، وبرده قبل ما اديك التركه انا فاهمك ليه انا هعمل كده، تمام. دي مش مجرد حصه ان انا بحل فيها اسئله الكتاب المعاصر، تمام، الا ان هو بفهمك ازاي بنحل، لان الشرح غير الحل، تمام. ودايما دايما دايما يعني انا عايزاك تفكر انت حد كبير، يعني انت في منكم ما يخش يعني خلاص كمان 3 سنين تبقى في جامعه، تمام. فلازم يعني ايه تخلص شرح الدرس وتحل وتشوف فيديو حل، شوف مش عارفه ايه، شوف حد حل كتاب المدرسه، حد حل التقييمات، حل كتاب المعاصر، وشوف الاسئله. وطبعا ما بتشوفش الحل غير لما تحل مع نفسك وتشوف انت واقف فين وضعيف فين عشان تحاول تقوي الحاجه دي، تمام. ما بحبش ارغي كتير، تمام، بس ايه بحب يعني ايه افهمك اكتر. 4 و9 و6. طيب دلوقتي انا عندي مفيش نو بيزك، مصيبه يا مش عارف النوم لله، هما اللي بيصعبوا علينا كل حاجه. اقول لك يا عم ايه دي 4 و9 و6. الفور دي هتبقى ايه مش الفور دي عباره عن 2 تايمز 2، صح؟ طب الفور دي لو انا كتبتها لك 2 باور 2 هيجرى لي حاجه؟ لا يا مس. طب ال9 دي عباره عن ايه؟ 3 تايمز 3 يعني بالباور ايه 3 باور 2. طب انا لو كتبتها كده هيجرى لي حاجه؟ لا يا مس. يعني هشيل الفور ده، بص انا شلت الفور ماليش دعوه باكس بلس 2، هكتبتها 2 باور 2، تمام، اوكي. شايف 2 باور 2، خلي 2 بره. بعد كده بص انا همسحها واكتبها بالطريقه اللي انا عاوزاها، تمام. انا حاسه الازرق احلى. يلا 2 باور 2، تمام. انا ماليش دعوه كتبتها 2 باور 2، انا ماليش دعوه مين اللي بره، دي انا بسيبها زي ما هي اكس بلس 2، تمام. طيب تايمز ال9 هتبقى ب 3 باور 2، تمام. احط ال2 كده من اللي بره 3 بلس اكس. طب يا مس برضو معلش يعني مش شايف في حاجه يعني جت المساله. اقول لك كمل المساله للاخر، تمام. المشكله تاني مش عايزه ارغي، اقسم بالله معاكم والله مش عايزه ارغي، بس المشكله ان انتوا في الماس ما بتكملوش المساله للاخر، انتوا مجرد بتشوفوش اللي انتوا حليتوه او العيب اللي انتوا حليتوه، خلاص يا مس المساله صعبه موت يعني هي سهله، تمام. هنكمل المساله. ال6 هتبقى ايه؟ عباره عن 2 تايمز 3، تمام. طيب ال6 2 و 3. طب يا مس حد تاني هيقول ماشي، حد تاني هيقول ان ال6 ممكن يعملها 1 تايمز 6، صح ولا لا؟ هقول له ماشي مفيش مشكله، بس انت بذكائك مين اللي فوق 2 ايه 2 و 3، طب ما تخلي اللي تحت زيها يبقى 2 تايمز 3. الكلام ده باور كام؟ 2 اكس بلس 3.
حلو، مفيش اي مشكله، كلام يحترم. تمام، احل المساله ازاي يا مس؟ حلو جدا. تعالى بقى اقولك، نرفعها شويه بحيث يبقى في مكان. طيب تعالى اقولك، خلاص تعالى بقى نستخدم شغلنا، الرول بتاعتنا 7 رول. اول حاجه احنا عرفنا باور ورا باور بعمل لهم تايم. يلا 2 تايمز اكس 2x، 2 تايمز 2 هتبقى بكام؟ ب 4. تايم احط ال 3، 2 تايمز 3 ب 6، 2 تايمز الاكس هتبقى ب 2x صح؟ واعمل شرطه اوكي اللي هي الفراكشن. تمام، بعد كده اشوف 2 تايمز 3، نرجع، هي 2 تايمز 3 2 و2x بلس 3. فاكر لما قلت لك في اول خالص ان احنا بنفرق الباور مره هنا ومره هنا، نعمل نفس الحاجه. يبقى 2 بسم الله 2 ومعانا 2x بلس 3 تايم 3 2x بلس بسم الله الرحمن الرحيم 3. ماشي. طيب هاجي هنا، انت شايف انا ماشيه ازاي في المساله بالراحه خالص، لان انا عيني ممكن تخوني. تمام، خلاص. ايه يا مس انت كده ممكن ده 2 و3 و2 و3؟ الله، دي انت قلت لي يا مس قدام الاثنين شبه بعض في الفراكشن بعمل للباور ايه، في الديفيجن بعمل للباور ايه ماينس. برافو عليك، يعني انا احط ال2 هنا يا مس تمام واعمل ماينس. يلا 2x ماينس 2x راحوا مع بعض، 4 ماينس 3 ب 1. شكرا. يلا ال 3 زي ما هي ده خلاص. تعالى نشوف. يلا 2x minus 2x خلاص راحوا مع بعض، 6 minus 3 هتبقى ب 3، فهتبقى 2 times 27 في الغالب هتطلع معاك ب 54. كل دي يا مس مسألة وقاعدة تقولي يا مس دي سهلة. والله ده يعني أنا مش عايزة أحلف، بس هي حاجة شبهها هتيجي لك في الامتحان، فتدرب على حلها كتير. تمام، ما فهمتش عيدها من تاني، بس كده معاك في الفيديو، معاك في كل وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. دي سهلة خالص كمان. يلا هنعمل الايه دولت باور. نيجاتيف 3 5 تايمز 6 ب 30 تايمز 3 باور 2 3 باور النيجاتيف 2 6 تايمز 6 ايكوال 36. بص يا معلم، هنا سهلة جدا، هنطلع النيجاتيف من بره هتبقى نيجاتيف 30 بلس 2 هتبقى ب 32 واحط هنا 3. نيجاتيف 2 بلس 30 هتبقى ب 34. نيجاتيف 2 بلس 36 هتبقى بنيجاتيف هتبقى بوزيتيف 34. تمام، نيجاتيف 2 بلس 36 ب 34. طبعا لو انت مش عارف اعملها على الكالكوليتر بس كده. طيب يلا. طيب انا هحط النيجاتيف من بره اوكي، ده 3 شبه بعض مفيش اي مشكله يا فندم، مفيش عندي اي مشكله. 32 و 34 32 ماينس 34 هتطلع معايا بنيجاتيف 2. الله يا مس انت قلتيلي من شويه اي باور بالنيجاتيف ما ينفعش اتعامل بيها، وقلت لي يا مس انت بتعملي لا بتشقلبيها بالبلدي بفليب، هتبقى 1 اوفر 3 باور 2. شكرا على كده، مسألة اتحلت. جايب لك الفكرة دي ليه؟ عشان حتة انك بتشقلبها. تمام؟ طب انا لو دخلتها على الآلة هل يا مس هيطلع معايا ناتج بسرعة؟ بس طبعا لو ما عملتش الستبس دي شكرا. تمام، هو مش سؤال اختياري، مش تشوز، فاهمني؟ طيب خش على بعده. سؤال حلو جدا. بص بقى، روت 7 اوكي حلو. نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 3 هتبقى نيجاتيف 3 اوكي. نيجاتيف بره روت 7 3 تايمز ما ننساش التايم، 3 تايمز 4 هتبقى بكام؟ ب 12 اوفر روت 7 2 تايمز 3 هتبقى ب 6. تمام. نيجاتيف 3 عادي جدا، نيجاتيف 3 بلس 12 هتبقى بفوق، هتبقى هنكتبها هنا هتبقى بنيجاتيف 4. نيجاتيف 3 بلس 12 هتبقى ب 9 واوفر روت 7 اوفر 6. تمام، طبعا هتبقى روت 7 بسم الله روت 7 نيجاتيف روت 7 الكلام ده باور كام؟ 3 وتطلع على الكالكوليتر هتحطها وتحسبها هيطلع معاكي فورا الناتج. طيب هنطلع اللي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم.
السؤال ده بيقول لك ايه؟ طبعا بص دي نفس الفكره، هتعمل دولت مالتيبلاي ودولت مالتيبلاي وهتحل وتعمل الباور بلس، خلاص مفيش مشكله. نفس الفكره انا مش هحلها تاني معاك. تمام خلاص. عندك مشكله في المساله دي مثلا او في حاجه، هتبعت لي مثلا على النمبر بتاعي وهرد عليك اللي انا بكتبه دلوقتي حالا. تمام بس كده مفيش اي مشكله. تمام بس مين هيرد عليك؟ انا بنفسي هرد عليك. ماشي طيب ده طبعا نفس السؤال. طيب خلينا هنا في سؤال جديد شكله حلو، هو مش جديد قوي. السي عادي هنزلها، نيجاتيف 2 تايمز 3 هتبقى بنيجاتيف 6 تايمز نيجاتيف 2. 2 تايمز 5 بكام؟ ب 10. مننساش السي فوق ال 10. طيب اول حاجه انا عندي سي باور نيجاتيف 6 تايمز نيجاتيف 2 سي باور ال 10. طيب ماشي، نيجاتيف 6 بلس ال 10 هتبقى 4، يبقى نيجاتيف 2 سي باور ال 4. بس كده مش ده جنب السي نيجاتيف، فايه لا عادي. الكلام ده اللي في دماغك ان احنا بنغير الاشاره، بنغير وبنعمل لها فليب لما تبقى الباور هي بالنيجاتيف. اوكي طيب بسم الله الرحمن الرحيم. خش المساله اللي بعدها سهله جدا. بيقول لك نيجاتيف 2 باور 3 هتبقى بايه؟ بص بعد كده بص انا الحركه اللي انا عملتها عشان ما تلخبطش، عيني في الماث ممكن تلخبطني. تمام فدايما هتلاقيني في اي مساله انا بحل بالراحه. ماشي طيب نيجاتيف 2 باور 3 بايه؟ خلاص 5. انت قلت يا مس اي حاجه باور بعض يبقى خلاص 5 تايمز 3 بكام؟ ب 15. 4 تايمز 3 ب 12. بس كده وخلينا نيجاتيف 8. تمام دي نفس الحاجة بتوزع ال 2 مفيش أي مشكلة. 4 باور 2 هتبقى ب 16. إيه أهي 4 تايمز 2 8. 3 تايمز 2 6 و 3 باور 2. تمام طيب خش على اللي بعدها. الله بحب المسائل دي، بحبها بصراحة. بالراحة كده يا مس، استغفر الله العظيم يا مس، دي مسألة كبيرة جدا بجد مسألة كبيرة جدا وأعصابي باظت. أنا أعصابي باظت يا مس من أول درس. تمام ما بالك يا مس لما نوصل آخر درس. أقول لك يا ابني إيه طب بالراحة حبيبي. أنا عندي في الماس بص أنا دايما أنا في الماس بتعامل إن هو رول واحد. مهما السؤال بقى صعب أنا أكيد هستخدم الرول اللي هو اتحطت ليا. تمام مش عشان أنا تيتشر ماس أو أيا كان، لا هو احنا ناس كبيرة في رول انا استخدمتها فانا اكيد هستخدمها في كله. ماشي فعادي ولا يهزني مساله شكلها كبير ولا يهمني عادي. يا مس انت قلتي لي اول ما تشوفي 2 بار ورا بعض مالتيبلاي، قلت لك طب دي 3 اكس واي مفيش اي مشكله. 3 باور نيجاتيف 2 هتبقى بنيجاتيف، هتبقى 3 باور باور نيجاتيف 2 هتبقى بص خليها 3 باور نيجاتيف 2. اوكي مش هحلها دلوقتي، هتعرف دلوقتي ليه. اكس بار اكس زي ما هي، هل هي عندها اي حاجه؟ لا يبقى نيجاتيف 2 على طول. جيت على الواي فوقها 4 ودي نيجاتيف 2 هتبقى بنيجاتيف 8. قبل ما اخش على الثانيه انا بالنسبه لي بقسم مسالتي. ماشي انا بتعامل مع الباور بالنيجاتيف يا ابني، لا هتشقلبيها هتعملها فليب 1 3 باور 2 تايمز اكس باور نيجاتيف 2 هتبقى ب 1 اكس باور 2. تمام واي باور نيجاتيف ال 8 هتبقى برضو ما ينفعش، تبقى 1 اوفر واي باور ال 8. والله يا مس والله العظيم كده. طيب هنيجي هنا على بعدها. لما انت تيجي بسم الله الرحمن الرحيم ماشي يعني انا هحاول احل المساله دي كده بحيث ان عيني تشوفها. احاول يعني احلها بالازرق. ماشي نيجاتيف 2 مع مين؟ ماشي نيجاتيف 2 بص سيبك من ايه بقى، بص خلي بالك ان ال2 دي عليهم كلهم وال3 دي عليهم كلهم. طب ال2 شايف ال2 دي انا ماليش دعوه بيها، ده على الواي بس. تمام فانا هعمل ايه؟ شايف عيني 2 تايمز 3 ب 6. خلاص انا هكتب بص 6 بتاعتي واقول نيجاتيف 2 واي باور 2. بس تعالى بقى نحلها. نيجاتيف 2 باور 6 هتبقى ب 64. تمام هتبقى بنيجاتيف 64. ماشي طيب و2 تايمز 6 هتبقى بكام؟ ب 12. ماشي
طيب انا هنا عندي نرفع شويه 1/32 اعمل لها تايم مين مع النمبر بتاعها نيجاتيف 64 اوكي تايم 1/x باور 2 تايم 1/y باور 8 تايمز y باور 12 ماشي. طبعا ده هتشوفهم هيديك كام. تمام النمبر تايمز 1/x باور 2 عادي دي 1 هي كده يعني. بص انا هكتب لك 1y باور 8 تايمز y باور 12 كده هتبقى y باور 12 اوفر y باور 8. هحط الواي 12 ماينس ال 8 هتبقى بكام؟ ب 4 فهتبقى واي باور 4 وطبعا هتحسب لي دي هيطلع معاك الناتج. تمام مسألة فيها دوشة ما فيهاش دوشة. تمام الا ان هو انا مثلا بحب على فكرة ان انا اكتب التفاصيل. تمام لكن ما فيهاش دوشة. تمام مسألة حلتها طلعت معايا. تمام عايز نعيدها لك تاني مفيش اي مشكلة. خلاص 2 نيجاتيف 2 فرقتها اهو زي انت ما شايف 3 مع نيجاتيف 2. تمام وهكذا ماشي وفرقت تمام. طيب انت عايز تعيدها تاني عيدها تاني واعمل رجع الفيديو للمسألة دي. طيب هنيجي على بعدها لو نفس الاكزامبل انا مش تعالى عبيطة خالص 2 تايمز نيجاتيف 3 ام نيجاتيف 6 تايمز ام باور 6. هو هنا عايز يقول لك على حاجة ام 2 تايمز نيجاتيف 6 وام 6 هنحط الام واعمل للباور a بلس نيجاتيف 6 بلس 6 هتبقى بكام؟ بزيرو. ام باور الزيرو بكام؟ 1. اي حاجه باور الزيرو بكام؟ 1. تمام. طيب طبعا المساله دي عبيطه المساله دي مش عبيطه. طيب التو دي جميله في ايه؟ هقولك على حاجه دي يعني اتمنى ان انتوا تقولوا لي يعني اللي عارف حلها او الفكره بتاعتها مش حلها هيقول لي في الكومنت دلوقتي. تمام وانا هشوفه بس يعني امانه هتوقف الفيديو وهتقول الفكره. تمام وهتكتبها في الكومنت وهتشوف انك صح ولا غلط. اوكي طيب هنيجي على بعضه هتبقى دي باور 3 ودي باور نيجاتيف 2. طيب بالراحه كده انا بتعامل الباور بالنيجاتيف؟ لا كنت بعمل ايه؟ فليب يعني يا مس ده كله هينزل تحت هيحصل ما بينهم ابدال بمعنى ده هرفعه فوق 6 ام نيجاتيف 2 ان نيجاتيف 1 اوكي 3 باور 3 وهنا 3 باور نيجاتيف 2 ام باور 3 ان باور 2 الكلام ده باور نيجاتيف ايه 2. طيب نيجي هنا بسم الله يلا 6 باور 3 بكام؟ 6 باور 3 هتبقى 6 باور 3 ماشي نيجاتيف 2 تايمز 3 بص هتبقى ام لا انا كده يعني ايه لا طيب هتبقى 6 خليتها كده بالشكل ده احلى 6 باور 3 ماشي ام نيجاتيف 6 ان نيجاتيف 1 تايمز 3 هتبقى بنيجاتيف 3. تعالى انا شقلبتها يلا 3 اهي نيجاتيف 2 باور نيجاتيف 2 هتبقى ب 4 ام تايمز 3 تايمز نيجاتيف 2 هتبقى بنيجاتيف 6. تمام ان باور 2 تمام ان باور 2 مع نيجاتيف 2 هتبقى بنيجاتيف 4. اوكي طيب انا لحد دلوقتي برضو سايبه الدنيا. تمام تعالى هنا بقى دلوقتي معايا ال 6 باور 3 دي ماشي انا هخلي الارقام دلوقتي على جنب ماليش دعوه هي مش ام وام زي بعض وما بينهم ديفيجن يعني هعمل الباور ايه هعمل الباور ايه بلس ماينس هعمل الباور ايه ماينس يعني هتبقى ام نيجاتيف 6 نيجاتيف 6. تمام انا سايبه النمبر دلوقتي على جنب ماشي. طب ان نيجاتيف 3 ماينس 4 حلو نيجاتيف 6 نيجاتيف دي هتتحول لبوزيتيف فهتبقى ام باور 0. تمام نيجاتيف 3 نيجاتيف هتبقى بلس. تمام فهتبقى الان باور كام؟ باور 1 ماشي حلو. بص انا لسه برضو ما جبتش الارقام ها يبقى دي ان بسم الله يبقى دي ان واي حاجه باور الزيرو بكام؟ 1 وفي الغالب مش هكتبها. طيب هنا
هي كده كده لو كتبتها تبقى n تايمز 1 تمام تايمز ماشي عشان الناس اللي بتتلخبط. انا عندي هنا نرجع تاني للنمبر. يا مس ال 6 وال 3 ازاي مع بعض؟ هعمل ايه؟ عندك طريقتين، لو هتعملها بالاله ماشي، لو مش هتعملها اوكي. ال 6 دي اصلا عباره عن ايه؟ اقول لك ال 6 دي عباره عن ايه؟ مش 2 تايمز 3. طب ال 6 دي اصلا هنا باور كام؟ باور ال 3، يبقى انا ال 3 وال 3 هوزعهم مع بعض، ومعايا تحت ايه؟ 3 باور 4 ماشي. 2 باور 3 مفيش حاجه شبهها، يبقى احط 2 باور 3. طب ال 3 وال 3 شبه بعض اوكي. 3 ماينس 4 هتبقى ب 1 نيجاتيف 1 تمام. طيب 2 باور 3 ب 8 تايم 3 باور نيجاتيف 1 ما ينفعش، فهشقلبها اخليها ب 1 اوفر 3، فهتبقى 8 تايمز 1 8 اوفر ال 3 تمام. طبعا انت ممكن تعمل على الاله 6 باور 3 اوفر 3 باور 4 هيطلع معاكي الناتج على طول ماشي. طيب يا مس هنا في ممكن اعمل ستيب. طيب بص هقول لك على حاجه، انا دايما ماشيه بالاصح تمام. لو عملتها كده 6 باور 3 اوفر 3 باور 4 على الكالكوليتر وطلع معاكي الناتج مفيش اي مشكله، بس انا ليه؟ وده انا عارف ان 6 هتتفك ل 2 باور 3 و2 باور 3 و3 باور 3 ومعايا 3 باور 4 خدتهم مع بعض، حطيت الماينس وحطيت ال 2 مفيش اي مشكله تمام. طيب بعد كده معايا 8 اوفر ايه؟ ال 3. عرفت ليه انا قلت لك خلينا النمبر الاخر؟ قسمت المساله تمام عشان ما اتلخبطش. 8 باور اوفر 3 يبقى الناتج بتاعي 8 اوفر 3 ان بس كده. في اي مشكله؟ طيب بص بقى المساله اصلا، نبص للستبس بتاعتها. بص شايف بس انت لو فعلا يعني ما كنتش فتحت الدرس وبتتفرج على الحل على طول انت حقيقي هتفهم يعني اوكي. طيب انا عامله الاكزامبل اللي بالشكل ده لهدف من الاهداف ان انت في ناس بتفتح كده الماوس وتنقل الاجابه على طول. الهدف مثلا كان عندك الهوم ورك بتاعك فانت اصلا لما تشوف يعني المسائل بالشكل ده انت هتفهم تمام عشان تعرف تحل الهوم ورك بتاعك تمام. طيب هنيجي هنا المسألة بتاعتنا دي سهلة فمش هحلها معلش، او احلها هي سهلة 3 دي هفرقها. هو عايز يستخدم الخاصية اللي انا بفرق النمبر 3 مرة هنا ومرة هنا، وبي باور 2 باور 3 معانا بي نيجاتيف 1 وايه باور 4 باور 3 حلو. طيب انا عندي بسم الله 2 باور 3 هتبقى ب 8 2 باور 2 تايمز 3 ب 6 2 تايمز 3 ب 6 حلو. نيجاتيف 1 بي معانا البي نيجاتيف 1 تايمز 3 نيجاتيف 3 و ايه 4 تايمز 3 4 تايمز 3 هتبقى ب 12. هنيجي نقول عندي ال 8 خلاص هنزلها a باور 6 6 ماينس 12 خلاص احنا كبرنا عرفنا في الديفيجن بعمل الباور ماينس، والبي هتبقى 6 ماينس 3 تمام. 6 ماينس 12 هتبقى بنيجاتيف 6 6 ماينس يعني بي قصدي دي بي دي بي يا جماعه بي معلش تمام. فهتبقى بكام؟ ب 9 ماينس هتبقى بلس حلو. فهنبقى بسم الله هتبقى 8 a باور نيجاتيف 6. انا بتعامل بالباور لا بعمل لها فليب يبقى 1 a باور 6 b باور 9. اللي هيتابعني تمام هو هيعاني معايا طول السنه من البي عشان البي دايما بكتبها كده او كده فهو هيشوفها 6 تمام. فبس فاللي عنده حل انا دايما بكتبها بي كده مش عارفه يعني انا حاولت اظبطها ان هي تتشاف بي. بص يعني لو عملتها كده بي يعني كده هتتشاف بي. تصدقنا اول مره اعملها. طيب بعد كده بعملها بي كده. طيب طبعا كلام تافه. السؤال ده حلو في ايه؟ في تركه اللي هو باور نيجاتيف 5. هل ينفع اتعامل بالباور بالنيجاتيف 5؟ لا. فانا هشقلب وخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق. بمعنى اخلي اللي فوق تحت يعني اطلع دي فوق 2 سي باور 4 دي باور 3 3 باور 0 سي 3 دي 4 اف باور 2 ومعايا ال 5. تاني انا ما بتعاملش الباور بالنيجاتيف، ما بتعاملش الباور بالايه؟ بالنيجاتيف. طيب هنيجي على اللي بعدها. طبعا انت هتفرق ال5 خلاص مفهومه مساله بالنسبه لي المتعاده مش هحلها تاني. طيب دي حلوه في ايه؟ علشان برضو نفس الفكره دي باور نيجاتيف 2. هل ينفع اتعامل بالباور نيجاتيف 2؟ لا. بعمل لها هستخدم اوبريشن ايه؟ الفليب. هشقلب اخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق. يلا اللي فوق تحت يلا هحط 16 اكس باور 2 واي نيجاتيف 2
تمام. وعندي 4x باور 0 y نيجاتيف 6 براكت نيجاتيف 2 تمام. كنت هنسى 2 تمام. بس يلا 4 باور 2 4 سوري نعمل الازرق بقى 4 باور 2 6 x باور 0 0 تايمز 2 هتبقى ب 1 كده كده اي حاجه باور 0 ب 1 نيجاتيف 2 6 تايمز 2 هتبقى بنيجاتيف 12 وعندي 16 سوري جماعه معلش سوري هو اصلا دي كانت باور ايه؟ دي باور 2 خلاص نيجاتيف 2 دي كانت واي نيجاتيف 6 حاجه زي كده انا شقلبتها دي معلش دي باور 0 انا نقلت السؤال غلط باور 0 صح. اي حاجه باور 0 بكام؟ ب 1 فينزل معاك 16 واي باور نيجاتيف 12 تاني. هنتواجه نفس المشكله يا لهوي مس انا زهقت مفيش مشكله عادي بس اهم حاجه تعرف هتبقى 16 والواي دي هتبقى 1 اوفر واي باور 12 لان ما ينفعش اسيبها بالشكل ولا الباور بالايه بالنيجاتيف. طيب حاجه على اللي بعدها بسم الله الرحمن الرحيم. نفس الفكره اوكي افكار ايه متتاليه ماشي حلوه دي ماشي. نيجاتيف 3 تايمز 2 هتبقى اكس باور 6 تايمز نيجاتيف 1 تايمز 2 هتبقى بنيجاتيف 2 واكس باور نيجاتيف 3 واكس باور نيجاتيف 4. هل ينفع نعمل بالشكل؟ لا فهيحصل تغيير اللي فوق تحت واللي تحت فوق تمام. طب يلا ماشي ننزلها شويه بحيث اشوفها تمام. هتبقى اكس باور 3 تايمز الاكس باور 4 واكس باور 6 مع اكس باور نيجاتيف 2. طيب انا دلوقتي هتبقى 2 ودي هتبقى نيجاتيف 6 ماشي. بس انا عايزه اقول لك على حاجه بدل ما اعمل الحوار ده تعالى نشوف اكس بدل ما اعمل الحته دي الستيب دي ماشي ممكن نقول 6 بلس نيجاتيف 2 كده كده نفس الحاجه تمام بعمل بلس يبقى 4 ونيجاتيف 3 بلس نيجاتيف 4 هتبقى بنيجاتيف 7 صح. طب لما كده دي ديفيجن يبقى تعالى نعمل 4 ماينس 7 فهتبقى ب 11 فعادي يعني تحل بالطريقه دي اسهل طبعا ماشي. طيب نخش على المساله والله يعني هي سهله ماشي بس انا هحلها معاكم الاكسرسايز بس مش اكتر. 2a باور 5 2a باور 5 الكلام ده كله براكت باور 3 حلو جدا. 2 باور 3 شايف 2 باور 3 ايه 5 تايمز 3 15. انا عيني ملهاش دعوه ببقيه المساله لان المساله اصلا شكلها يعني يخوف في ارقام كتير مع رموز مع حاجات. بصوا انت اصلا يعني انت ما بتحلش المساله اللي فيها ارقام عاديه هتحل المساله اللي فيها ارقام ورموز تمام. فانت يعني ايه امسك حته في المساله تمام. طيب 3 باور 2 ب 9 تمام. 3 تايمز 2 6 a باور 6 باور 2 36 تمام. a و7 تايمز 2 14 تايمز a مع نيجاتيف 3 تمام. طيب انا دلوقتي هحط الايه عادي 8 تايمز 9 يا ربي بكام 8 تايمز 9 انا مش اشطر حد في التايم تيبل عموما تمام. 8 تايمز 9 هتبقى بكام انا هحط الايه تمام 15 بلس 6 15 بلس 6 هتبقى ب 21 تمام. والله اللهم صل على النبي 8 تايمز 9 بكام طب ماشي هتبقى ب 72 الحمد لله افتكرنا تمام. طيب الايه نيجاتيف 3 بلس ال 14 هتبقى بكام هتبقى ب 11 ماشي. وال 3 هتنزل زي ما هي 72 ديفايد 3 في الغالب هيبقى ب 36 تمام. وعندنا ايه و 21 ماينس ال 11 هيبقى ب 10 ماشي بس كده. طيب هنيجي على اللي بعدها المسألة اللي بعدها والله عبيطة مسألة عبيطة يا لهوي حد يشوف يا جماعة اعملوا دلوقتي مالتبلاي عادي نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 2 تايمز 3 6 يبقى 3 اوفر 6 بس كده وطلعها على الآلة هيطلع معاكي الناتج على طول على الكالكليتر. اوكي مسألة عبيطة عارف انت هي دي مش يعني ايه دي بالنسبة لك لو عملتها على الآلة عادي
عادي عادي جدا ليك. بس هنا لو جات لك مسألة يعني ايه، مسألة عادية كده، هتعمل فيها ايه؟ او عايز ستيبس وخطوات بقى وبص بقى وحوارات. بص هو انا ال 12 دي بالنسبة لي ايه؟ هتمسك ال 12 دي بالنسبة لي 3 تايمز 4 تمام؟ طيب هي ال 4 دي عبارة عن ايه؟ 2 باور 2 صح؟ تايمز 3 تمام. طب ال 9 عبارة عن ايه؟ 3 تايمز 3 اللي هي 3 باور 2. طيب هننزل شوية كمان تمام؟ او بص اقول لك على حاجة، ولا انا بجد اهو مثلا خلاص خلصنا ال 8 دي عبارة عن ايه؟ 2 تايمز 2 تايمز 2، فال 8 بتاعتي هتبقى ب 2 باور الايه؟ باور 3. طب ال 6 بتاعتي ال 6 عبارة عن 2 تايمز 3. انت شايف؟ انت شايف فك المسألة ازاي؟ ودي لو جات لك خطوات بقى، ما هو على فكرة على الأقل ما عنديش فيها مشكلة تاني، بس دي بقى لو جات لك خطوات انت لازم تعملها بالطريقة دي. فانت لازم تتعود، ما بقولكش احفظ، احنا مش في كيجي. محدش يعني لما تلاقي حد بيقول لك 2 باور 3 ب 8 وبيغنيها لك اهرب، ده حقيقي اهرب. انت خلاص انت من كتر الحل، يعني انا عرفت ده من كتر الحل مش عشان انا تيتشر ناس. اوكي ال 8 انت حد بيفكر تفكير مبتدئ، 8 عباره عن ايه؟ 4 تايمز 2. طب ال 4 2 تايمز 2 تمام. انت عايز توصل للباور، وده اساس الدرس بتاعنا، ان النمبر يبقى عباره عن بيزك ونمبر. اوكي طيب انا عندي هنا تمام اني مثلا ال 2 ال 8 بتاعتي اهو خلاص فكيت هتبقى 2 باور 3. شايف انا بعمل ايه؟ ال 12 3 تايمز 2 باور 2، 3 تايمز ال 2 باور 2. في هنا 5 صح؟ احط ال 5 هنا وال 5 هنا تايمز ال 9 عباره عن ايه؟ 3 باور 2، 3 2 وعندنا 3 وهعمل كده 8 باور 2 اللي هي 3 2 باور 3 اصلا تمام. 2 باور 3 الكلام ده باور كام؟ 2 تايمز ال 6 2 تايمز 3 الكلام ده 4 و4 يبقى 4 و4. شكرا تمام. يبقى انا عندي هنا ال 5 وهنا ال 5 يبقى 3 باور 5 تايمز 2 تايمز ال 5 ب 10 يبقى 2 باور 10 شايف تايمز 2 تايمز 3 ب 9. خلاص المسألة اتحلت. انت قدام انت فكيت يعني فكيت النمبر للفاكتور بتاعتها خلاص تمام. تيجي هنا هتعمل 3 تايمز 2 6 2 باور 6 تايمز 2 باور 4 تايمز 3 باور 4 ماشي. هنا عندك 2 تايم باور 10 عادي، 3 هتنزل وقول 9 بلس 5 هتبقى بكام؟ 14 تمام. هننزل للي تحتها ماشي وهتقول 2 هنا 6 وهنا 4 يبقى 10 تايمز 3 باور 4. خلاص دول الاتنين شبه بعض صح؟ الاتنين شبه بعض. 10 ماينس 10 0 صح؟ 2 باور 0 تايمز 14 ماينس 4 10 تمام. اي حاجه باور الزيرو بكام؟ ب 1 تايمز 3 باور 10 يبقى الناتج في الاخر 3 باور 10. شايف المساله ازاي؟ شايف؟ بص انا هرفع لك، بص المساله بص. فبس دي بقت سهله ازاي وبقت بالنسبه لي عاديه. لما وصلت للمرحله دي فكيت، انا قعدت افك في النمبر تمام. طب يا مثلا ايش عرفني ان ال8 ب 2 باور 3؟ ما بقولكش احفظ، انت عارف ان 2 تايمز 2 تايمز 2، عارف ان 9 عباره عن 3 باور 2 تمام. انت ال 12 ده انا عايزه ال 12 ده اقول لك على حاجه، ال 12 دايما او خليه يعني حاجه ليك تركايه عليك. انت لازم يعني انا مثلا ما اخترتش ليه 2 تايمز 6 ليه؟ عشان ولا النمبر دي اعرف اعمل منهم يعني بيزك وباور مش هقدر. لكن لو كانت 3 تايمز 4 فخلاص ال 3 هي عادي وال4 عملت لها 2 باور 2. فدايما دور على النمبر اللي انا هقدر اعمل له 2 باور او ايا كان مش شرط 2، يعني اي نمبر اقدر اعمل له ايه؟ باور. ويا رب ابقى يعني اتمنى انك فهمت. السؤال ده جميل جدا ونفس المعلومه اللي فوق. 36 هي 36 دي عباره عن ايه؟ بص انا هقول لك على حاجه زي ما قلت لك في النمبر في السؤال اللي فات نمبر سؤال 27. انا عايزه هنا حاجه اقدر اعمل منها باور. فال 66 اجي تفكير مبتدئ 6 تايمز 6 فمش هينفع، مش هعرف.
طب لو قلنا 4 تايمز ال 9، الله يا مستر 4 هعمل منها 2 باور ال 2 وال 9 هعمل منها 3 باور ال 2. شكرا 36 خلصت. طب ال 5 زي ما هي عادي. ال 30 بص يا عم هقول لك على حاجه. انا عندي ال 30 دي ممكن اخليها 5 تايمز ال 6. حلو. ال 6 دي عباره عن ايه؟ 2 و 3. تمام. حاجه انا اقول لك ال 36 دي عباره عن ايه؟ 2 باور 2 وفي ان اهو تايمز مين؟ ال 9 عباره عن ايه؟ 2 باور ال n تايمز ال 5 باور ال n. ال 30 عباره عن ايه؟ 2 تايمز 3 تايمز ال 5 ونفرق الباور بتاعتها 2n 2n 2n. تمام. طيب هي انا عندي ال 2 باور ال 2n، ال 2 باور ال 2n. تمام. تعالى بقى في حته، هي ليه ال 30 يا مس ما خدتهاش 3 تايمز 10؟ بص اقول لك على حاجه. انت عندك هنا في 5 بديها هتشوف ال 30 حد بص 3 تايمز 10 او 6 تايمز 5. فبديها انا في المساله هنا بحاول اعمل اكتر طريقه ممكن ابسط فيها الايه المساله. تمام. طيب انا عندي هنا خلاص 36 فكيتها، يبقى 2 تايمز 2 يبقى بص 2n. تمام. تايمز 3 ال 2 تايمز n هتبقى 2n تايمز ال 5 بار ال n. تمام. هنيجي على اللي بعدها بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. يلا 2n تايمز 3 2n تايمز ال 5 2n. بص يا معلم ال 2 رحت مع بعض عشان لما اعمل الباور ماينس خلاص فهيبقى بزيرو، يعني هنا 2n ماينس 2n بزيرو فهتبقى 2 باور الزيرو تايمز 3 2n ماينس 2n بزيرو. تمام. فخلاص n ماينس 2n. بص ال 5 هتبقى n ماينس ايه 2n. تمام. يبقى انا عندي هتبقى 5 باور نيجاتيف n صح؟ فمش هينفع فهتبقى 1 5 باور ال n. تمام. نعمل لها فليب. المسائل عايزه حد بيشتغل. المناهج الجديده الى ان هو عايز مدرس شغال تمام على نفسه وان هو شغال بيشتغل بيذاكر بيحضر طول الوقت بيشوف المسائل الجديده. تمام. انا كده بكلمك في المسائل في الدرس ده البيزك، يعني انا لما اعمل مراجعه هتلاقي في اسئله اصعب، في اسئله من الاصعب من دي اصعب من دي، في اسئله زيها. فاحنا هنا بنتكلم في الايه في لسه البيزك. اوكي. فانت يعني احنا بنتكلم في ايه؟ انت لازم تشتغل ولازم المدرس يشتغل. المناهج الجديده عايزه الاثنين يشتغلوا. تمام. مش الطالب يشتغل والمدرس لا، هو عايز الاثنين يشتغلوا. فانت لازم اكسرسايز كتير، هات الكتاب وحل. اتفرجت على نيره، في كتير غير نيره شاطرين، في ناس كويسه جدا 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 ومحترمه هنا. تمام. على اليوتيوب شوف ده وشوف ده بيحل ازاي وشوف ده وشوف كذا حاجه. تمام. طول ما انت بتتعلم. تعال نخش على المساله اللي بعدها. طيب المساله اللي بعدها دي سهله وجميله فعادي ماشي. طيب اللي هي اصلا يعتبر كانت اخر مساله. طيب احنا دلوقتي هنحل اكتر. تعالى نحلها سوا بان هي اخر مساله اصلا. ماشي. 3 تايمز 7 هتبقى ب 21 ومعانا روت 6 تايمز روت 2 نيجاتيف 5 هتبقى ب 25 وروت 2 تايمز 2 نيجاتيف 2 هتبقى بنيجاتيف 4 تايمز روت 3 4 تايمز 5 هتبقى ب 20 واشتغل وتعمل ماينس وهكذا والموضوع بيبقى بسيط خالص. تمام. في اي مشكله؟ ده كان اول جزء من الحل من الاسئله المهمه. طب ميس انت حل الاسئله كلها؟ بص هتلاقيني حله معظمها بنسبه 80%. تمام. فهتكتب المواصل. ممكن ارفع كده ممكن ارفعه بالبي دي اف او بالحل. ماشي. لو عايزينه بالحل انا هرفعه بالحل عادي. ماشي. لو عايزين ترجعوا للحل على طول بدل ما ترجعوا للفيديو مفيش اي مشكله. تمام. ده كان اول جزء. دلوقتي هنحل الجزء الثاني برضو فيه اسئله مهمه جدا. تمام. بيقول لك عندي
بعد ما تجيب يعني ما تلخص تعمل سامبليفاي والكلام ده، هاتلي الاكس. بصي يا معلم، انا عندي روت ال5 دي هسيبها زي ما هي، 3 تايمز 2x هتبقى ب 6x تايم عندي ال 15 دي عبارة عن 3 تايمز الايه ال5. طيب ماشي، ومعانا الكلام ده x minus 1. بالراحة يا مس، اهدي شوية، اهدي، انا مش فاهم حاجة منك. هقولك ايه، عادي، هو روت ال5 انا عملت 3 تايمز 2 ب 6x، 5 باور 6x تمام، و15 هتبقى معايا عبارة عن 3 تايمز ال5 بس، ما غلطتش والله. تمام، بعد كده ال 75 دي هتبقى عبارة عن ايه يا مس؟ والله يا مس 75 دي، والله يا مس كده انا عارفة ان هي عبارة عن 3 تايمز 25. معاك صح، معاك حق، معاك صح ايه. تمام، وال 25 دي هتبقى ايه؟ 5 تايمز ال 5، يبقى 3 تايمز 5 تايمز 5. الله يا مس، الله بجد بجد يا مس انت جميلة. اقول لك كتر خيرك، كتر خيرك والله، عندي برد مبهدلني. تمام، طيب انا كده، وخلي بالك ان 75 دي هي باور اكس، فانا احط الاكس هنا. طب اقول لك على حاجه، انا الروت دي يا مس مضايقاني. تعرفي يا مس، انت لو شلت لي الروت دي جميله قوي، هوزع الاكس ماينس 1 مع 3 مره مع 5 مره واعمل بلس والمساله انتهت. برضه يا مس مش عارف يا مس، مش عارف. طب انت عارف، طب انت يا مس ما عندكيش اي حاجه؟ هقول لك، فاكر لما كنا بنقول لك روت ال6 تمام باور مثلا، روت ال6 باور مثلا ايا كان 8 تمام، وانا عايزه احلها، فكنت بتقول 8 باور 2، 8 باور 2 4 مع ال8 دي، مع الروت دي سكوير روت، فبنشيلها بنعتبرها ان هي ديفايد 2 فتبقى ب 6 باور 4. تاني ما فهمتش حاجه منك يا مس، لما كنت بقول لك 8 روت ال8 باور 4 يا ترى بكام؟ هتقول لي ب 8 باور 2. بنعمل ايه للباور؟ بنعمل لها ديفايد 2، بنعمل لها ديفايد ايه 2 تمام. طب ليه بنعملها ديفايد 2؟ عشان دي سكوير روت، عشان ده سكوير روت، عشان ده سكوير روت. طب نفس الكلام لو قلت لك مثلا 27 باور 3 ودي كيوب ها، كيوب مش سكوير روت، يبقى 3 ديفايد 3 ب 1 يبقى ب 27. ال 3 هتروح مع ال 3 تاني، انا كده همسح. لما كنت بقول لك سكوير الروت لل 9 تمام مثلا عايزها مثلا سي 10 يا ترى بكام؟ يبقى 9 باور الايه؟ ال 5، 9 باور ال 5 اوكي. لما اقول لك مثلا 12 باور ال 14 يبقى 12، واقول ال 14 ديفايد 2 بكام؟ ب 7، عشان بنعمل ديفايد 2 للبار عشان ده سكوير روت، طب لو كيوب روت يا مس معلش امسحي لي الكلام ده بتاع السكوير روت واشرحي لي الايه، واشرحي لي الكيوب. تمام، بص انا بحب اقول كل حاجه بالتفاصيل، يعني ده حقيقي، يعني مش عشان انا مثلا في فيديو مش عارفه ايه، لا انا بجد بحب اقول كل حاجه بالتفاصيل وارجع القديم، ويمكن في بعض من الطلاب مش هيحبوا حاجه زي كده. تمام، طيب الكيوب خلاص كده مش هتواجه حاجه فيها كيوب. يعني مثلا الكيوب لو جات لك مثلا 6 ومثلا هنا 3 وهنا مثلا 27، فتحط ال 6 عادي بره زي ما هي، و27 ديفايد 3 ب 9 فتبقى 6 باور 9 اوكي. طيب هنا روت ال 5 6 اكس، هعمل ايه يا مس؟ هقول لك ما روت ال 6 ديفايد 2 5 صح؟ نرفع شويه ماشي، نكتب الازرق ماشي، فهتبقى 5 باور ال 2 معانا الاكس بره تمام، تايم ال 3 تايمز ال 5، الكلام ده كان ايه؟ x minus ال 1 over 3 تايمز ال 5 تايمز ال 5 ايه؟ طبعا x هتتحول عليهم مره هنا ومره هنا ومره هنا، x وx وx تمام. هنيجي 5 2x مع تايم 3x minus ال 1 تايم 5x minus ال 1 ديفايد، هنعمل 3 باور الاكس 5 باور الاكس تايمز ال 5 باور الاكس تمام. طيب لما نيجي هنا
خلاص ال 5 اهي 2x بلس الاكس. تعالى بقى على جنب هنا، يلا 2x بلس الاكس 3x ماينس ال 1 تايم ال 3x ماينس ال 1 ديفايد. معانا ال 5 اهي x بلس x 2x، ومعانا ال 3 باور الاكس، ومعانا التايم. تمام. طيب تعالى هنا نثبت ال 5 واقول 3x ماينس 2x هتبقى باكس. تمام. نيجاتيف ال 1. حلو. وعندي x ماينس الاكس هتروح مع بعض، فيطلع معايا مين؟ 3 باور النيجاتيف 1. طبعا 5x باور النيجاتيف 1 هسيبها زي ما هي عادي. 3 باور نيجاتيف 1 هتبقى ايه؟ ما بتعاملش بالباور بالنيجاتيف، فهتبقى ب 1 اوفر 3. طيب تمام. طيب دي الناتج بتاعك هتطلع معانا 5x نيجاتيف 1 اوفر 3. طب هو قال لك لو رفعنا شويه كده، قال لك هات لي الفاليو عند الاكس بكام؟ ب 1. عند الاكس بكام؟ ب 1. طب حلو جدا. ننزل تاني واشيل مكان الاكس بايه؟ ب 1. يبقى اشيل الاكس واقعد مكانها ب 1، يبقى 5 1 ماينس 1 تايم 1 اوفر 3. اي 1 ماينس 1 بزيرو، اي حاجه باور الزيرو ب 1، يبقى نكتب في الاخر 1 اوفر 3. يا مس بعد كل ده؟ والله بعد كل ده مساله بسيطه، والمسائل مش بسيطه وعايزه حد شغال. بس انت فاكر ان انا هقول لك المنهج سهل، المنهج مش عارفه ايه؟ لا، هو المنهج مش هو ولا سهل ولا صعب. هو مفيش حاجه اصلا صعبه، يعني صعبه على اللي بيذاكر، وده حقيقي. اللي قال الجمله ده هو فعلا حقيقي. مفيش حاجه صعبه. انت طول ما انت بتذاكر وبتحل المسائل بره واثنين وثلاثه واربعه، يا مستر مفيش غير ده، فيه ماس وساينس وعربي ومش عارفه ايه، عادي. كل حاجه لها وقتها. انت عندك 24 ساعه، في منهم 7 ساعات نوم المفترض او 8 ساعات نوم. انك بتنام 15 ساعه ده دي حاجه غير يعني abnormal بجد. يعني دي حاجه يعني هي بتحصل مثلا ممكن في الاجازه شويه، اوكي، لكن انت دلوقتي خلاص احنا بدأنا خلاص. سافرت الساحل، رحت ايا كان مرسى، ايا كان، خلاص ما سافرتش عادي، اوكي، انت برضو بدأت، فيلا نذاكر. ماشي. طيب هنيجي هنا الفور دي خلاص عرفنا ان هي 2 باور 2 باور 2 اكس. طيب ال9 عرفنا ان هي 3 باور 2، يبقى 3 باور 2 ماينس الاكس. ال6 عرفنا بتتفك ال 2 تايمز ال 3، خلاص ذاكرتها حفظتها، فاهم؟ يبقى 2 تايمز ال 3 وهتبقى 2 اكس. حلو. يلا 2 باور 2 هتبقى 4 اكس. 3 باور 2 هتبقى تايمز 2 تايمز، هتحط 3 2 تايمز 2 4 2 تايمز نيجاتيف 2 اكس، ونشد الشرطه واعمل كده. تمام. 2 باور 2 اكس يبقى 2 اكس تايم 3 باور 2 اكس. ماشي. خلاص يا جماعه، معلش انا غلطت في حاجه. 2 تايمز اكس هتبقى 2 اكس عادي، ودي 2 زي ما هي، معلش 2 اكس. ماشي. طيب 2 اكس هتروح مع 2 اكس عشان 0 يبقى ب 1 عادي، وال3 اهي نيجاتيف 2 اكس ماينس 2 اكس هتبقى نيجاتيف 4 اكس، ومعانا ال4، فتبقى 3 4 ماينس 4 اكس. قال لك عند الاكس بكام يا فندم؟ عند الاكس ب 1. اوكي، يبقى انا عندي هشيل الاكس واعوض مكانها ب 1. بسم الله. اشيل الاكس واعوض مكانها ب 1، يبقى 4 نيجاتيف 4 تايمز ال1، فتبقى دي 4 ماينس 1 بزيرو، يبقى 3 باور الزيرو ب 1. مسائل تقيلة، عايز حد بيفهم، عايز حد بيحل، عايز حد هو اوريدي اكسرسايز على طول. اوكي، بس انا على فكره 7 رول بتوع الدرس انا بستخدمهم في كل مساله. هو معلش ليك حاجه جديده. تمام. شكل المسائل دي هي اللي تيجي في الامتحان، ف هو مش هيقولك 3 باور 0 بكام فتروح تقول له انت ب1. يعني الموضوع very يعني هيبقى عبيط قوي يعني. تمام. فبس يعني احنا كده حلينا اهم المسائل عندنا على الدرس. تمام. اهم المسائل طبعا انا يعني كده الدرس ده اهم المسائل. تمام. من كتاب المعاصر وكتاب
المدرسة على الدرس الايه الاول. تمام، عندنا مراجعة هنعملها على الوحدة الاولى. تمام، المراجعة دي هتنزل كمان 10 ايام، هتبقى جميلة 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 جدا 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 جدا، لان انا عارفة المراجعة دي هتستخدموها في امتحانات الشهر. تمام، هيبقى فيها اسئلة مهمة، هيبقى فيها نفس الاسئلة، نوع الاسئلة مش عارفة ايه، هيبقى فيها شكل من ايه الاشكال، اشكال كتير، وكمان اللي تشوز. اوكي، طيب بصوا بقى، دي مسألة مهمة جدا. ماشي، طيب ال9 خلاص حفظناها، 3 باور 2 يا مس. ال18 بجد انا تعبت منك يا مس، والله مسألة عندك في كتاب المعاصر وكتاب المدرسة. يبقى ال18 عبارة عن ايه؟ 2 تايمز ال9. يا مس ليه مش 3 تايمز ال6؟ ال6 هتعرف ال6 مضروبة في نفسها مرتين او ال3؟ لا، يبقى ال9 عبارة عن 3 باور 2. تمام، طيب ال36 4 و9 صح؟ وال4 هتبقى 2 باور 2 و9 3 باور 2. تمام، طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عندي ال9 هتبقى 3 باور 2 ماشي، وعندي 2n ماينس ال1 تايمز ال18 عندي عبارة عن 2 تايمز 3 باور 2. الكلام ده باور ايه؟ 1 ماينس 4n ديفايد 36 عبارة عن 4 تايمز 9، فتبقى 2 باور 2 تايمز 3 2 باور 2. تمام، دي لأ، 3 باور 2. الكلام ده كله باور ايه؟ 2 ماينس 3n. تمام، طيب هنزل شوية، تعالى بقى 3 2 تايمز 2 4n اهي، 2 تايمز 2 4n، 2 تايمز النيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 2 تايمز ال2 اصلا دي باور كام؟ 1 ماينس 4n صح؟ يبقى 2 باور 1 ماينس 4n، وهنا 3 باور 2 ها، 2 تايمز ال1 2 تايمز نيجاتيف 4 نيجاتيف 8n. تمام، طيب ماشي، 2 تايمز عندي هنا 2. اوكي، بعد كده 2 اهي، 2 اهي هي عليهم كلهم، الحته دي عليهم على 2 وعلى 3، يبقى 2 تايمز 2 4 و2 تايمز نيجاتيف 3 نيجاتيف 6n. 2 تايمز 2 4 2 تايمز نيجاتيف 6n تايمز ال 3 2 تايمز 2 4 2 تايمز نيجاتيف 6n. هي مثل المسألة طويلة جدا، مش طويلة يعني، هي فيها ستيبس اكتر بس مش اكتر. طيب هنحط ال 3. تمام، هي 4n بلس 2 بلس 8 بلس ماينس 8n هتبقى بايه؟ بنيجاتيف 4n. نيجاتيف 2 بلس 2 هتبقى بزيرو خلاص. ماشي، معانا 2 فوق. اوكي، 1 ماينس 4n، شد شرط. يلا عندي 2 اهي، ماشي، 2 اهي عبارة عن 4 ماينس 6n، وعندي عندي 4 ماينس 6n، وعندي 3 عبارة عن ايه؟ 4 ماينس 6n. تمام، نيجاتيف 4 ماينس نيجاتيف 4 هتبقى بنيجاتيف 16 نيجاتيف 8. تمام، لا سوري ده n. نيجاتيف 4 ماينس ال 6 نيجاتيف 4 مع النيجاتيف 6n، نيجاتيف 4 ماينس 6 هتبقى دي هتبقى ببلس. تمام، فهتبقى نيجاتيف 4 بلس ال 6 هتبقى ب 2، فهتبقى عندي مفيش مكان. طيب في الحته دي يا جماعه، في الحته دي اهي. تمام، فهتبقى في ال 3 عندي اهو نيجاتيف 4n ماينس ال 6 هتبقى ب 2n. تمام، طيب وطبعا معانا بلس ال 4. اوكي، بعد كده ماشي، بعد كده عندي مين؟ ال 2 تايمز ال 2 عندي 4 نيجاتيف 4n ماينس 6 هتبقى ب 2n، 1 ماينس ال 4 هتبقى بنيجاتيف 3. طبعا هتعوض مكان ال n ب 2 وهتشتغل، يبقى تشيل ال n، هو قايل ال n ب 2 يبقى 2 تايمز 2 ب 4 يبقى 4 بلس 4، وهنا 2 تايمز 2 4 يبقى 2 تايمز 2 4 ماينس ال 3 ما انا شلت دي هتبقى 2 4 ماينس 3 ب 1. تمام، بس وهنا 4 بلس 4 8 يبقى 3 باور 8 تايمز 2 باور 1 هتطلع الناتج. تمام، ما فهمتهاش عيد المسألة من الأول. طيب دي كانت من أهم الأفكار عندنا في أول درس
واللي هو bars of bars. اوكي، كان معاكم مس نيرة، وان شاء الله استنوني في حل مسائل واهم المسائل في الدرس الثاني اللي هو exponential equation. اشوفكم على خير واشوفكم ان شاء الله في احسن حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.